اول معلومه حد قالها لك وانت بتشتري عربيه، قال لك ما تشتريش عربيه في الشتاء. ليه؟ عشان لو جربت التكييف هيبقى ثلاجه طبيعي، ما الدنيا برد. فانا تسرعت، كنت عايز اشتري اول عربيه في حياتي، اشتريت عربيه كيا برايد اسمها العصفوره. انا كنت عايز اجيبها لحاجتين، اول سبب ان هي فيها تكييف، ثاني سبب ان هي كانت اوتوماتيك، كانت ارخص عربيه اوتوماتيك في السوق. كنت جايبها لسبب بسيط جدا، انا لما كنت بركب العربيه بكون عايز امسك ايد صاحبتي. العربيه المانيوال مفيش، انا ايدي مشغوله طول الوقت، دي غيارات وبتاع، فاللي هو امسك ايديها ثانيه بعد كده ارجع الحق الغيار، والعربيه تقعد تحرق عشان عايز امسك ايد البنت ثواني يعني. فالموضوع ما كانش ماشي خالص. قمت جايب عربيه اوتوماتيك، قلت هو ده اللي هيظبط حياتي بقى. وانا بقى على قد فلوسي دي اقصى حاجه ممكن اجيبها. فرحت جبت العربيه الكيا برايد دي في الشتاء. الراجل قال لي تكييف ثلاجه. كل ما اقول لحد كده برايد يقول لي يا ابني عربيه موتورها ضعيف وهتبهدلك معاها. يعني ايه موتورها ضعيف؟ انا ما كنتش فاهم يعني ايه موتورها ضعيف. ايه يعني مش هدوس بنزين مش تمشي؟ هتمشي. مش هروح اعمل سباقات بالعربيه يعني. فرحت جبتها في الشتاء، وتكييف ثلاجه، ازاز كهرباء، ملك زمان، عصفوره بقى، بغبغانه، انا مش فارق معايا. جبت العربيه وجه علينا فصل الصيف، قمت قايل لصاحبتي وصاحباتها انهم يلا بقى نروح السينما ونروح سيتي ستارز بقى. وفعلا ضربنا العربيه وطلعنا على هناك. واحنا في الطريق رايحين التكييف ما بيقولش، الدنيا حر نار، التكييف مش بيقول حاجه خالص، وانا مش فاهم فيه ايه، شغال هوايه. فطول الطريق بحاول اقول ما هيشتغل، بس هنشد دلوقتي هيشتغل، وادوس بنزين. طب العربيه ما فيش عزم اصلا، انا ماشي بعجله بحرق، ما فيش. ابتديت افهم ان هي عربيه ضعيفه، بس قلت غلوش على الموضوع لغايه لما وصلنا السينما. نزلنا الباركنج اللي تحت في سيتي ستارز، وانا كل حماس بقى خلاص احنا فسحناهم وان شاء الله احنا راجعين ربنا هيسترها وخلاص. خلصنا الفيلم ومبسوطين ويلا بقى على العربيه عشان نروح. اجي اطلع من الباركنج العربيه ما بتطلعش. ايه زي لا العربيه بتنزل لتحت كده. نهار اسود. ان انا مراحل الاحراج عشان نكمل احراج، قلت لهم معلش يا بنات انزلوا عشان نعرف نطلع من الباركنج عشان ما نكملش حياتي تحت. نزلوا من العربيه فعلا في عز الحر في الباركنج، وطالع انا بقى لحد ما طلعت بالعافيه من الباركنج. هنا دي اللحظه اللي تفهم يعني ايه عربيه ما فيش عزم اصلا. طلعوا على رجليهم بيشروا عرق، ركبوا العربيه ما فيش تكييف وطلع هوايه سخنه بس. ابتدوا بقى الميك اب بيسيح وكله قريف، وروحنا بليز. طبعا كنا كلنا بقينا ميه، وكنت لابس كنت ضارب قميص يومها، القميص لزق عليا، والمشكله ان انا كنت لابس تحتيه فانيلا حمالات. طبعا القميص لزق عليا ما عدا الحمالات، كان قميص ابيض. الحمالات بقت كانها بره، عارف سوبرمان بيلبس الكولوت فين؟ انا كنت لابس فانيلا تقريبا من بره على الهدوم من كتر ما لزقت عليا.